السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كده البنات لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحة والعافية وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله البنات كما كتشوفوا نشارك معكم واحد الطويجين باللحم والبصله والزيتون. هاد الطاجين كيجي زوين بزاف لذيذ ما تشبعوش منه، بمقادير بسيطة وسهلة. تسوى البنات انا باللحم ديال البقر، نتكل لكم نتوما ديروا باللحم الغنمي ان شاء الله. العيد الاضحى على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وكل عام وانتم بالف خير. على بركه الله ندخلوا مباشره في المقادير. غادي نحتاجوا ليه اللحم كميه اختياريه، يعني كل واحد يدير المقدار ديالو ديال اللحم. انا دابا دايره 1 كيلو 800 كما كتشوفوا. غسلته من قبل وقطعته بحال هكا طريفات كبار، وشويه من الدم، جوج بصلات متوسطات مشنفين، جوج فصوص ديال الثومه كبار، الربيع، جوج عواد ديال القرفه، 3 الحبات ديال الهيل. غادي نحتاجوا القرفه، سكينجبير، الخرقوم، الابزار والتحميره. البنات كدير البنات التحميره كتعطي واحد اللون غزال وزال المرق ديالكم، وزيت الزيتون وزيت المائده، وبطبيعه الحال الملحه. بالنسبه لبنات زيت الزيتون اللي ما عندكمش يمكن لكم تستغناو عليها، تكتفيو غير بزيت المائده. على بركه الله غادي نجيبوا الطاجين. اول حاجه البنات انايا كنبدا نقلي اللحم ديالي غير في الماء ماشي في الزيت. الزيت كنديرو من بعد، غادي تشوفوا معايا كلشي في الفيديو. كنجيب واحد نص كاس ديال الماء، كنضيف عليه عشقه صغيره ديال الخرقوم، نص عشقه صغيره ديال الابزار. ما تكثروش البنات من الابزار باش ما يجيكمش يعني الطاجين ديالكم حار. عشقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، يمكنكم تضيفوا الملون الغذائي اللي كتبغيو. كندير واحد عشق صغيره مع مرق ديال الملحه. بالنسبه للملحه ما تكثرش في الاول، لان عندنا الزيت المالح باش ما يجيناش يعني الطاجين ديالنا مالح. من بعد الا خاصها تنزل الملحه نزيدوها احسن، من خاصنا كيفاش نقصوها. كنضيف الربيع، ثومه، واحد ربع عشق بحال هكا تقريبا ديال التحمير. كنخلط كلشي مزيان، كنبدا نشرب من هذا اللحم ديالي في هاد الشرموله، في هاد العطريه. وكنخلي البنات واحد شويه يترقد ليا. واحد انا خليته البنات غير واحد نص ساعه من ما ترقد ليا وشرب ليا شويه ديال العطريه. يمكنكم هاد العمليه ديروها من قبل بواحد ساعه ولا ساعتين، تخليو ديالكم اللحم ديالكم يتشرب شويه صافي بحال هكا. بعد البنات ما بدات ليا ربع ساعه، دوكا شعلت عليه البوطه. الموطه تكون على المهل، ولحت عليه هذوك جوج بصلات المشنفات. البنات ما شلطتهم درتهم بحال هكا، يمكنكم نتوما تشلطوهم. عواد ديال القرفه وثلاث الحبات ديال الهيل. بالنسبه للهيل البنات اللي ما عندكمش ما ديروهمش، الحبات ديال الهيل ما كاينش بلا ما ديروهم، ماشي ضروري. صافي نتوما بحال هكا كما قلت لكم. البوطه تكون على المهل، وكنبقى نقلي اللحم مزيان غير في ديك في الماء ماشي في الزيت. الزيت باقي ما درتوش. بالنسبه للحم البنات واحد نصيحه، الا كان عندكم اللحم شويه كبير ديروا هاد العمليه، واحد قليوه في الكوكوط، سدوا عليه واحد ثلث ساعه نص ساعه بحال هكا، هي اللي ردوه للطاجين. هادشي كنقول بالنسبه للمبتدئات الا كان عندهم اللحم شويه كبير وخافوا لا يمحنهم، اللهم يديروه في الكوكوط كما قلت لكم نص ساعه. انا اللحم ديالي يعني صغير ما خادياش الوقت بزاف. نرافق البنات هاد الطاجين بواحد شويه ديال الشلاضه ديال الروز. نحتاج ليها واحد الكميه من الروز. غادي نغسلها مزيان من النشا، نكب على الماء الكافي فاش طيب ليا. نضيف ليه الملحه. الملحه البنات تكون يعني الملحه الكافيه، ما يكونش ما يجيكمش الرز ديالكم خاصكم ديروا الملحه بالزايد. كنضيف ليها جلبانه ديال المجمد، يمكن لكم اللي عندكم طريه ديروها، خيزو مقطع مربعات صغير. انا هذه الطريقه ديالتي في الرز. كنطيب معاه كل الخضره، كطيب معاه خيزو وجلبانه في نفس الوقت. كيجينا البنات هو هذاك كيطيب ليا الرز كيطيب ليا الخضره. صافي البنات كنخليهم كيطيبوا تيطيب ليا كلشي. كنصفيهم من الماء قبل ما نصفيهم الماء، كنكب عليهم ماء بارد باش نحيد كاع النشا، وكنبرد حتى الروز باش ما يزيدش يطيب ليا اكثر، يبقى شاد ليا كيفاش كنقولوا باش ما يزيدش يطيب اكثر. صافي كنخلي البنات يصفى، كنصفيه وكنخليه حتى يبرد ليا مزيان. وانا في نفس الوقت كنقلي اللحم. مره كنمشي للطاجين كندور اللحم. صافي من بعد ما برد ليا البنات انتما كما كتشوفوا هاد العمليه مثلا من قبل، يعني درت هاد العمليه انا قبل ما نبدا نطيب في الطاجين. صافي نتوما كنضيف ليه الطون. هاد الطون البنات انا عندي بلا زيت، الا عندكم بالزيت نقصوا منه الزيت، ما ديروش كامل بزيتو، نقصوا واحد الكميه من الزيت. وكنفرتو حاول بما امكن فرتوه. كنضيف ليه الميس. بالنسبه للميس تا هو البنات الا ما عندكمش يمكنكم تحكوا واحد بيضه حتى جوج بيضات. الا كانت عندكم كميه ديال الروز بزاف ديروا جوج بيضات، كانت عندكم قليله اكتفيوا غير بيضه واحده حكوها في الجهه الغليظه. كنضيف واحد شويه ديال الابزار وزيت المائده. كنخلط كلشي مزيان. يمكن لكم هذا الشلاضه ديال الطوست تخليوه بحال هكا بلا ما تزيدوا على المايونيز. انا ضفت عليها البنات المايونيز هل كان عندي. الا ما كانش عندكم خليو الشلاضه غير بحال هكا، كتجي لذيذه بزاف. يمكن كذا تزيدوا عليها الزيتون الا عندكم الزيتون.
انا كنفضل تضيفوها بالزيتون الكحل، كيجي معاه كيتواتى هاد الشلاضه ديال الطروس كيتواتى معاه بزاف الزيتون الكحل. درت البنات واحد 2 عواشق انا حتى 3 ديال المايونيز وخلطت كلشي مزيان. حصلت على القوام اللي بغيت انايا. يعني كاين اللي كيبغي البنات هاد الشلاضه ديال كتكون شويه فيها المايونيز بزاف، كاين اللي كيبغي شويه يكون المايونيز شويه بحال هكا الشكل نتوما كما كتشوفوا. المايونيز كتبغيش يكون في الشلاضه بزاف، كنغطيها وكندخلها الثلاجه تبرد. خاصها ضروري الشلاضه ديال الطروس تكون بارده مزيان مزيان مزيان. دوكا بالنسبه للطاجين كما كتشوفوا البنات من بعد ما قليت مزيان اللحم نتوما كما كتشوفوا وطلق لي لي دام ديالو والماء ديالو نتوما كما كتشوفوا. غادي نضيف دوكا البنات الزيت. بالنسبه لي غادي ندير درت البنات نص كاس ديال الزيت مخلط بين زيت روميه وزيت بلديه. عقلوا البنات نص كاس بين زيت بلديه وزيت روميه، بس كثرش البنات بزاف الزيت. صافي بحال هكا نتوما قليت البنات انا واحد المده ديال نص ساعه حتى 40 دقيقه اللي بقيت كنقلي فيه مزيان وكنشحر فيه تتشرب ليا مزيان مزيان العطريه. صافي من بعد البنات دوكا كما كتشوفوا من بعد ما شحرته وضفت ليه الزيت صافي وقلبته مره كنقلبو باش ما يشد لياش في القاع ديال الطاجين. ضروري البنات تقلبوه مره. دوكا صافي مباشره غادي نبدا نلوح فوق منه البصله كما كتشوفوا. بالنسبه لي كما قلت لكم باش غادي نخضروا انا غير بالبصله وجلبانه. البصله البنات كما كتشوفوا رققتها دوائر بحال هكا، يمكن لكم ترقعوا دوائر او تشنفوها بحال هكا دوائر رقاق. حيت البنات كما كتشوفوا حيت العواد ديال القرفه وحيت هذوك الحبات ديال الهيل والزيتون كما كتشوفوا ها هو اللي غسلته حتى هو مزيان من الملحه. بالنسبه للطاجين البنات كما كتشوفوا ما زدتش فيه نهائيا حس الماء، داك الماء غير بوحدو اللي ديال اللحم هو اللي بقى كيتشحر في دوك نص الكاس ديال الماء اللي درت لا غير. غادي نلوح دوكا البنات البصله كنقاد بحال الكميه ديال البصله البنات اختياري. انا درت البنات واحد 3 البصلات، نتوما ديروا مثلا 3 4 على حسب الرغبه اللي بغيتوها وعلى حسب عدد الافراد الاسره كما كنعاود نقول. هاد البصله البنات كنلوح لها واحد شويه ديال السنيده. هذه البنات السنيده باش كتجيني البصله ديالتي حلوه وزوينه ولذيذه. واحد شويه ديال الملحه ضروري كنلوحوا لهم الملحه والملح عفوا السكر والقرفه. جربوا الطريقه دي غادي تعجبكم ان شاء الله وتولي هي المعتمده عندكم. ضروري البنات في الماء بغيتو ديروا يعني الطاجين عادي ديال الخضره غير عادي ديما لوحوا واحد شويه ديال السنيده على البصله ديالتكم وكنلوح الزيتون. انا طاجين درت بحال كما كتشوفوا البصله والزيتون ورافقته من بعد درت معاه بطاطا اختياريه البنات حتى ما بدو تشوفوا في الاخر ديال الفيديو. صافي كنطلق عليه دوكا البنات وكنخليه كيطيب. ومره البنات الا خفتوا مثلا الطاجين ديالكم هانتوما شوفوا البنات كيما كيجي غزال بزاف. الا خصو اللحم ديالكم يلصق لكم فتوش مره كتجيبوا واحد القطيب ديال الشوا وكتهزوا اللحم من التحت وانتم كتدخلوا باش اللحم ديالكم ما يلصق لكمش في الطاجين وما يجيكمش اللحم ديالكم محروق والمرق ديالكم فيه ريحه الحراق. صافي يعني مره واحد كدوز واحد ربع ساعه بحال هكا ثلث ساعه. درت هاد العمليه انا درتها مثلا تقريبا شي 3 المرات اللي كندير في هاد العمليه باش اللحم ديالي ما يلصقليش في الطاجين بالقطيب ديال الشوا. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الطبق ديال اليوم. كما قلت لكم تخليوه غير بحال هكا بلا بطاطا فريت. انا بغاو لي الوليدات بطاطا فريت قليت واحد 2 قليات بحال هكا ديال البطاطا. شوفوا المرق كيفاش داير، شوفوا البصله كيفاش تعسلات وجات طايحه واللحم ديالي حتى هو كما قلت لكم طايب قلبته لقيته طايب. وما نقولكوش النسمه ديال الطاجين غزاله ديال القرفه وديال ديك الحبات ديالي جي واحد النسمه زوينه بزاف في الكوزينه. صافي دوك البنات انا كما شفتوا طفيت عليه. بالنسبه للشلاضه هي كما كتشوفوا شلاضه ديال الروز بخيزو وجلبانه. يمكن لكم كذاك هذا الروز البنات تضيفوا ليه بطاطا تسلقوا بطاطا معاه. انا درتوها بحال هكا وقليت بطاطا فريت. كنتمنى فيديو ديال اليوم من الحسن ديالكم ويعجبكم وتجربوا وتردوا عليا الخبر. وكيف العاده ما تنساوش اختكم بلايك، راه كتنساوني ما كديروش لا لايك لا ابوني لا بارطاج لا حتى حاجه. كنتمنى هذه المره انكم تدعموا اختكم وشكرا لكم بزاف على المتابعه والله يخطيكم ومبارك عواشركم وكل عام وانتم بخير. تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما كتمنوا ان شاء الله يا ربي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. جربوه وردوا عليا الخبر. يلا مع السلامه الى اللقاء.